السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم ان شاء الله بسوي شوربة الهريس. اول شي ببتدي بشوربة الهريس، فبحتاج المقادير التالية. عندي هني صدر دياي، شوي من الزيت، بصل، كزبرة خضراء. بحتاج الى طماط ويزر ومكعب ماجي وكوسة. هذه الكوسة اللي عندي الحين مثلجة. وبحتاج الى حب الهريس، حب الهريس مغسل ومنقع، فلفل اسود وملح، طبعا الماء. هذه مقاديرنا، نبتدي الحين. انا بستخدم الطنجرة، فحطيت حب الهريس مع صدر الدياي وبحط الماي. لا تكثروا من الماي، حطوا كذي في القاع. حطيت الصفارة وبخلي تقريبا 10 دقايق، وبعدين بقول لكم شلون نشيل البخار من الجدر عن طريق الصفارة. بطفي النار وبفتح بكل سهولة. فتحته، شوفوا ما شاء الله الدياي نضع جاهز. شوفوا شلون ذايب. اذا بتشيلون الدياي ترى عادي تشيلونه، ترى هو ناضي، بس انا الحين براجعه على النار بخلي بعد 10 دقايق لما ينضى الحب. شوفوا تقريبا خلينا نقول 80 او 90% الحب الهريس مستوي. الحين بحط الاضافات الثانيه. الحين بضيف الكوسه مع الفلفل الاسود والملح والطماط واليزر، وبضيف عليه ماء حار. بصب الحين الماء الحار. بخلي الحين الشوربة تطبخ عشان انطي اليزر مع الكوسة والطماط، تقريبا بعد 20 الى 25 دقيقة. وهذه الشوربة استوت، بس بطفي النار. وهني حطيت مقلة وبضيف عليه الزيت. من يسخن الزيت بضيف البصل. من يبتدي يتغير لون البصل بضيف الكزبرة الخضراء، بحرك فيها شوي، بس بضيف على الشوربة وبخلط. وهذه شوربة حب الهريس جاهزة، حطيتها في الحرارة لوقت الفطور.